بلقاء خاص مع الأستاذ خالد كامل مؤسس القوى الشعبية لحماية الثورة، هنتعرف معاه على إيه تجربته مع التأمينات وإيه اللي حصل بالظبط. أهلا بيك يا أستاذ خالد. اهلا بيك. إيه اللي حصل في موضوع التأمينات؟ اللي حصل ان انا في ناس اتصلوا بيا في التأمينات، ناس كبار في السن. التأمينات والمعاشات. التأمينات والمعاشات في الشيخ زايد جامع ابو المجد. فرحت امبارح رحت لقيت ناس بتطلع الدور الرابع، ناس مسنين، سيدات وشيوخ ورجاله لهم مصالح ولهم يتقابلوهم الموظفين. الكمبيوتر عطلان بقاله 15 يوم وعدوا علينا بعد 10 ايام. من ضمن اللي لفت نظري ان اللي جاي يعمل دفتر تأمين الصحي. طب دفتر التأمين الصحي ده اللي جاي محتاج عمليه ولازم يعمل دفتر. طب ده يبقى مصيره ايه؟ ليه لما يكون حاجه عطلانه زي دي ليه ما يكونش عندنا بديل ينجز مصالح الناس دي ويخلصها؟ دي حاجه مهمه جدا لازم ننظر لها، لازم المسؤولين يبصوا لها بعين الاعتبار. ده جزئين. الجزء الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه يا سياده المحافظ، احنا عندنا اكتر من 5000 ميكروباص شغال على معظم الخطوط. ليه ما ليه الناس دي ميكروباصات ملاكي شغاله السبع راكب الملاكي وبتأدي خدمات عامه، يعني بيبقى عامله شغل كويس. يعني في احتياج ليهم؟ طبعا اي مواطن النهارده محتاجين ليهم. ليه ما يتقننش الموضوع والناس دي تدفع زي ما بالاجره بتدفع؟ هيبقى اللي بيدفعوه الشهري المصروفات الشهريه او الضريبه والترخيص والتامين، السيرفيس اللي هو قيمه السيرفيس اللي هو هيدخل لنا كل يوم مش اقل من 10000 جنيه. الفلوس دي بتخش جيوب ناس ملهاش اي صفه. في المواقف واقفه بتاخد من كل عربيه 5 جنيه في اليوم. يعني هسميها زي اي مسميات بتدخل جيوب الناس دي. ليه المحافظه ما تستفادش منهم وتدخل في بند اي مصروفات او اي احتياج للمحافظه؟ المواضيع دي مواضيع شائكه ومواضيع هامه جدا. يا ريت ينظروا لها نظره مقننه، يعني يقننوها ازاي نستفيد ما نهدرش الاموال العامه. انا ليا تجربه في موقف الفردوس، كنت رحت كلفت قعدت 3 ايام هناك. ما اقدر اقول لك ان اكتر من 5000 جنيه يوميا موقف الفردوس لوحده. ومجرد ان انا عرضت دفع الفلوس دي جيوب للناس هاجت الدنيا وماجت، ومن ساعتها ما رحتش. 3 ايام اللي قضيتهم. يعني ازاي 5000 جنيه مالهم؟ يحصل لهم ايه؟ يعني كل عربيه بتدفع في الورديه 2 جنيه للي واقف. اللي واقف انا حسبتها اكتر من 5000 جنيه بيخش جيوب ناس معينه في المواقف. ليه المحافظه ما تحطش ايديها على الفلوس دي وتدخل في حاجات احنا في احتياج ليها؟ ده اللي بقول، ده جزء من الشغل اللي احنا فيه. ونمره 2 حاجه مهمه جدا عايز اتكلم فيها سياده المحافظ. سياده المحافظ انت بتعيد تاريخ يحيى الفخراني بإسناد شغل الناس اساسا يعني ناس بتوقف على المصالح الماشيه، ناس ما لهاش اي ناس. اقول لحضرتك ايه يا استاذ؟ اقول لك ان النهارده بتوكل ناس بعينها. الناس دي ترزية تفصيل ازاي يعرفوا يشتغلوا في الدواخل وازاي يتعبوا الناس. احنا عايزين الدولة النهارده في حالة حرب، ما يبقاش حرب في على حدودنا وارهاب من ايدينا ومن هنا، والمصالح فيها فساد وفيها اهمال. الاهمال اقوى من الفساد، بل بالعكس. في حاجات كتير لازم اعاده النظر فيها. يا سياده المحافظ، انا لما جيت قابلت حضرتك قلت لك انت مش هتشوفني في مكتبك تاني، لكن انا هعرض عليك المشاكل. انا لسه ده اول لقاء ليا بعد الفتره اللي انا وقعت فيها بالمرض. لا حاجات كتير لازم ننظر لها بعين الاعتبار. في حاجات كتير بتحصل وعايزين نحط ايدينا على الحاجات دي. مش عايزين البلد تقع من الداخل، عايزين يبقى في عين هنا وعين هنا. عايزين احنا بقى نبقى نحافظ شويه. عايزين نساعد في ازاي البلد تقف على رجليها وترجع تاني نبقى دولة محترمة من الداخل والخارج والمؤسسات. انا كنت عرضت ان في احدى المهندسين، مهندس ماسك حماية الاراضي او الادارة الهندسية في فايد، عليه قضية رشوة، متهم بقضية رشوة، اتهام مباشر، وانا بقولها هو واعلنت اسمه، لا يزال يمارس مهامه.
منتظرين منه ايه دوت؟ ده هيعمل، ده عارف ان في يوم من الايام هيطلع يبقى هيذبح في الناس. احنا عايزين بقى نفوق شويه، عايزين نقضي على الفساد، نقضي على المرتشين، نقضي على اي محسوبيه، على الوسايط. الشركه القابضه النهارده اللي لما واحد بيروح يقدم ورقه يقولوا له واسطتك مين؟ رجعنا تاني الراجل لسه الاسبوعين اللي فاتوا اقالوا واحد عشان رفض وساطه. ليه الكلام ده؟ احنا بنغطي عليه. يا سياده المحافظ المكتب الاعلامي بتاعك نايم. يا ريت اقول لحضرتك ايه، المتابعه المكتب خدمه الجماهير والمتابعه الناس دي شغاله. ليه انت بتاخد منها صلاحيات وبتديها للناس؟ الناس مش هتفيد المواطن الغلبان بحاجه. شكرا ليك يا استاذ خالد. كنا مع الاستاذ خالد كامل الملقب بابو الثوار، مؤسس القوى الشعبيه لحمايه الثوره بالاسماعيليه. كان معكم احمد الجعفري بالاسماعيليه.